السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. لأول مرة تشوفوني أنا شيماء حمدي، وهنعمل مع بعض النهاردة بسكويت العيد وازاي يطلع معاكي مقرمش وهش كده، وكمان لونه ذهبي وبطعم وريحة أيام زمان. كلنا طبعا بنحب بسكويت أيام زمان، فهنعمله دلوقتي من غير أي افتكاسات كتير. يلا بينا نسمي بسم الله ونحط اللايك بتاعنا ونشوف المقادير. أول حاجة معايا كيلو من الدقيق الفاخر، أو كيلو من الدقيق مخصص للكعك والبسكوت، وكوباية ونص من السكر بودر، وتكوني انت طحناه في البيت مش جايباه جاهز من بره، وكوباية ونص من السمنة البلدي، وكمان معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يعني برّه التلاجة، وربع كوباية من الحليب أو اللبن زي ما بتقولوا عليه، وإزازة من روح البرتقان، ورشة ملح، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وكمان كيس كيك شيف أو بيكنج باودر تبع المتوفر عندِك، هناخد كيس كامل. وعايزة أقول لكم الطريقة دي بتخلّي البسكوتة معاكِ مقرمشة جدًا، وهتشوفوا النتيجة في آخر الفيديو. يا ريت ما تسيبوش حتة في الفيديو كده، عشان التفاصيل الصغيرة دي اللي بتنجحه معاكِ ويطلع ما شاء الله طعمه وريحة زي أيام زمان بالضبط. باحب طبعًا أحضّر المقادير الناشفة كلها الأول، كيلو الدقيق عليه كيس الكيك شيف كامل ورشة الملح، وادّيهم تقليبة كده بالمضرب السلك اليدوي كده، وبعد كده أركنهم على جنب. بعد كده نعمل المكونات السايلة مع بعض. باجيب كوباية ونص من السمنة، وطبعًا السمنة بدرجة حرارة التلاجة، طبعًا بتطلعيها من التلاجة من تحت كده وتبدئي تشتغلي فيها عشان تستحمل معاكِ الضرب اللي هنقعد نضربه فيها. واشتغلت النهارده بالمضرب الكهربائي. عندِك العجان اشتغلي بيه، عندكم المضرب السلك العادي اشتغلي بيه، عايزة تشتغلي بإيدِك اشتغلي برضه، كله بينفع. وبعد ما اضربه كويس جدًا لغاية ما تلاقي السمنة بتاعتِك بقى شكلها هش كده، تبدئي تنزلي بالسكر البودر كله كوباية ونص عليها، وتقعدي تضربي لغاية ما يختلطوا مع بعض والسكر يدوب خالص. وتجيبي كده الاسباتيولا بتاعتِك وتلمي الجناب كل شوية وتضربي لغاية ما يبقوا خليط ناعم خالص. بعد كده هنبدأ نزود الإضافات التانية، بس لازم يعني الخليط اللي قدامِك شايفة ما شاء الله يعني بقى ناعم جدًا. تبدئي تنزلي بقى بالبيض. هننزل بالبيض بالتدريج حبة، حبة. هننزل ب3 بيضات بس مش مع بعض. نزلت البيضة الأولى وتضربي لغاية ما تختفي تمامًا وما عادش ليها أي أثر، تبدئي تنزلي بالبيضة التانية. عايزة أقول لكم الطريقة دي ناجحة جدًا، ولو لسه أول مرة تعملوا بسكوت هيطلع معاكم من أول مرة ناجح جدًا، وهتنبهروا بالنتيجة والله. يعني قرمشة وطعم حاجة كده تحفة ما شاء الله، ومن غير أي نشادر ومن غير أي حاجة، القرمشة بتاعته ما شاء الله عليها. ما تنسوش حبايبي بقى، لو أول مرة تشوفوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، عشان يجيلكم إشعار بكل فيديو جديد بنزله بإذن الله. وزي ما انتوا شايفين معايا نزلت ببيضة بيضة لغاية ما اختفت واتضربوا تماما. بدأت أنزل بالمعلقة الصغيرة من الفانيليا السايلة، ولو ما عندكوش فانيليا سايلة نزلي 3 أكياس من الفانيليا البودرة على كل بيضة كيس. وبعد كده نزلت بروح البرتقان، بس هتجيب إزازة زي دي كده وهاخد نصها بس، ما تاخديش الإزازة كاملة، مش عايزة ريحة البرتقان تبقى زيادة عن اللزوم. لأ، الوسطية حلوة صراحة وبيطلع ريحته جميلة وطعمه حلو أوي. هاخد نُص الإزازة بس، عايزة تحطي الإزازة كلها دي ترجع لِك أنتِ، بس عايزة أقول لِك نُص الإزازة عاملة ريحة حلوة برضه، لإن هي نوعها نضيف يعني والريحة بتاعتها تقيلة. وبعد كده أمّا ضربتها كويس لميتها كده بالspatula كده، وبعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا، وتبدئي تنزّلي كل الدقيق بتاعنا، ونغيّر بقى مضرب السلك بتاعنا ونركّب الأداة بتاعة العجن. لو عندِك العجان طبعًا هيساعدِك بسرعة، بس هنا بقى على الهادي كده وتقلّبي بالتدريج كده لغاية ما يبدأ الدقيق كلّه ياخد من السمنة والسكر والبيض والحاجة اللي إحنا عملناها. وتقفلي طبعًا تريّحيه شوية عشان بيبقى مش زي العجان، يعني لو قرصتِ عليه جامد ممكن يبوظ منِّك. وتقلّبي كده بالمعلقة الspatula بتاعتِك، وتبدئي تضربيه تاني لغاية ما أنتِ شايفاه شكله كده بيبقى لَم العجينة. نبدأ بقى نجيب ربع كوباية اللبن وننزل بيها برضو على العجينة بتاعتنا. وطبعا لو انت بتشتغلي بإيدك طبعا هتشتغلي بإيدك انت، بس بتلمي العجينة مش بنعجنها، بنلمها بس، لأن دي مش عايزة عجن يعني. وبعد كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بتبقى طرية جدا معاكي، وتختبريها بإيدك كده تلاقيها ناعمة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده أول ما تضغطي عليها تفتول كده، يبقى كده العجينة مظبوطة. طبعًا تقدري تشتغلي فيها على طول، لكن أنا هازوّد لها مكسرات فهاوريكم إزاي تعملوها. طبعًا هي كده ناجحة جدًا. لو لقيتيها مش بتلم معاكِ وناعمة، زوّدي لها يعني معلقة لبن كمان، وتلميها لغاية ما تشوفيها بالمنظر اللي أنتِ شايفاه ده. طبعًا ربع كوباية كده كفاية جدًا. ممكن الدقيق بتاعِك يمتص سوائل أكتر فيبقى محتاج، فتزوّدي كده بالمعيار بمعلقة، بمعلقة. زي ما أنتم شايفين كده، وتصبّعيها بقى وتبدئي إيه، تشتغلي في المكنة على طول. طبعًا أنا هازوّد لها هنا مكسرات
فزوّدتها 3 معالق من اللبن الكبار أو الحليب الكبار، وبعد كده نزلت بربع كوباية من المكسرات. طبعًا عملتها في الكبة كده كسّرتها كويس، وبعد كده نزلت بيهم. ال3 معالق الكبار من الحليب حطيتهم ليه؟ عشان يسهّل معايا كده المكسرات تقدري تخلطيها كده والعجينة تتقبّلها يعني وتبقى متجانسة كويس. فبعد كده هادّيهم تقليبة بإيدي كده ولا عجان ولا مضرب ولا أي حاجة خالص، لغاية ما تختلط بس المكونات ببعضها كده وتبدئي برضه تصبّعيها. يعني ممكن تستغني عن الخطوة دي وتوقّفي زي الخطوة اللي فاتت كده وتشتغلي على طول. لو عندِك مكسرات تضيفيها، عايزة أقول لكم باجيبها جدًا من برّه وبتبقى البسكوت غالي جدًا بسبب المكسرات، وأنتِ ممكن تضيفي أي نوع مكسرات متوفر عندِك وتزوّديه في العجينة، وبتطلع معاكِ طعمها حلو أوي وبتدّي شكل كمان في البسكوتة. زي ما أنتم شايفين كده وتبدئي إيه، تعمليها صوابع كده زي ما أنتم شايفين، وشايفين المكسرات بيبقى شكلها حلو يعني بتدّي لها شكل وطعم كمان. وتشكّلي العجينة الشكل اللي يريّحِك أو يساعدِك وأنتِ بتشتغلي في المكنة، يعني تعمليهم صوابع كبيرة، تعمليهم كِوَر، تعمليهم بالطريقة اللي تعجبِك. بعد كده تجيبي المكنة بتاعتِك اليدوي أو في ناس عندها الكهربائية كده يشتغلوا بيها على طول، لكن أنا عندي اليدوي فشغّلتها. طبعًا عندِك رُخامة تنفع، أنا الرُخامة بتاعتي طبعًا عريضة شوية فمش نافع يركب فيها، فأنا حبّيت أورّيكم الشكل. طبعًا عندي كرسي كده خشبي حطيته وعشان أشغّله لكم يعني وأورّيكم الشكل. طبعًا الكرسي بيتهز منِّك، لكن لو أنتِ قاعدة على الأرض طبعًا بيبقى الشغل تعرفي تشتغلي أكتر وتتمكّني أكتر. لو عندكم الطبلية كده بتاعة زمان كده وقعدة زمان تحطّيها وتشبكي المكنة طبعًا وتشتغلي بتبقى مريحة جدًا. لكن أنا عشان أورّيكم بس الشكل بتاعها وبعد كده اشتغلت أنا براحتي بقى إيه في الأرض وكده. وتنقي كده الشكل اللي يعجبِك بتاع البسكوت من الأسلحة اللي بتبقى جاية كده مع المكنة. أنا باحب الشكل جدًا ده وبافضّله أوي، باحس إن القراشة بتاعته كده البسكوتة بتفكّرني بأيام الواحد وهو صغير كده، شكلها جميل جدًا ولها ذكريات عند الواحد. وفي كل أشكال كتيرة زي ما أنتم شايفين كده ووريتها لكم. تختاري الشكل اللي أنتِ تحبيه. الشكل ده صراحة أنا بافضّله أوي وباحبه جدًا في شكل البسكوتة، فأنا عملته. وزي ما أنتم شايفين كده تجيبي بقى حد يساعدِك، بنوتِك بقى، أختِك، مامتِك، أي حد يقف قصادِك كده ويلِف معاكِ وأنتِ تاخدي منه على طول وترصي في الصينية زي ما أنتم شايفين. طبعًا أنتِ بتاخدي على طول، أول مرّة، تاني مرّة ممكن يقعد يطلع معاكِ العجينة الأول مش مضبوطة، فتدخّليها تشيلي وتدخّليها تاني ما فيش مشكلة، لغاية ما تحسي العجينة بتاعة البسكوتة طالعة متماسكة كده وزي ما أنتم شايفين. تبدئي تجيبي سكينة بقى أمّا تخلّصي الكمية خالص وتضبّطي زي ما أنتم شايفين كده، بحيث كل الأشكال تبقى قد بعضها ويبقى في تناسق كده، بس تسحبي على طول وبعد كده تضبّطي براحتك وتنظّميهم كده. زي ما أنتم شايفين. نشوف بقى التسوية بتاعتنا. عايزة أقول لكم بافتح الفرن وأنا باشتغل كده، ودرجة حرارة الفرن لازم تبقى على 170 أو 180 تابع الفرن بتاعِك، ويبقى داخلين على الفرن سخن. طيب أدخّل الصاج بتاعي بقى. الصاج طبعًا عايزة أقول لكم أنا باحب الألمونيا جدًا، بس لو عندِك صواني الصاج أنا باحط تحت الصينية الصاج صينية ألمونيا. ما تخلّيش الرف بتاعِك قريب جدًا للفرن من تحت، الرف يبقى على الوسط في وسط الفرن وتحتيها صينية ألمونيا عشان ما يبقاش السخونية كلّها طالعة في الصاجة فتحرقها معاكِ وتستوي بسرعة من تحت وهي لسه ما أخدتش وقتها كويس. وبعد كده الفرن بتاعِك على درجة حرارة 170 أو 180 وتبدئي تقعد معاكِ 12 دقيقة بالكتير جدًا، يعني تراقبيها، لإن هي بسكوتة هشة جدًا ورقيقة، يعني مش هتقعد معاكِ كتير. وبعد ما تاخد وِش من تحت وتراقبيها طبعًا، تفتحي الشواية دقيقة 2 يعني 12 دقيقة بالضبط، يعني 10 دقايق لتحت ودقيقتين تحت الشواية، وأنتِ طبعًا عينِك عليها. عايزة أقول لكم ما بتاخدش أي وقت خالص وبتطلع معاكم زي ما أنتم شايفين. وأمّا تطلّعيها ما تحاوليش تهزّي الصينية خالص ولا تيجي جنبها، عايزاكِ تسيبيها لمّا تهدى خالص تبدئي تشيليها من الصينية لمّا تبرد، عشان لو شلتيها وهي لسه طرية تتكسر معاكِ بسرعة. وأول ما تهدى معاكِ وتبرد كده تبدئي تشيليها من الصينية بقى في العلبة بتاعتِك، تحطيها بقى في أكياس تقفلي عليها كويس وتطلّعي الهوا كويس من الكيس، وتبدئي تحطوها في علبة كده وتقفلوا عليها كويس. وعايزة أقول لكم ده أحلى بسكوت عيد ممكن تاكلوه في حياتكم، وهيرجّع لكم ذكريات زمان. عايزة أقول لكم أنتم شايفين القرمشة بتاعته وشايفين لونه الدهبي من فوق ومن تحت، تسوية مضبوطة، الشكل مضبوط، النقرشة نفسها عاملة إزاي، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله يعني ولا كلمة، ولا بقى نشادر ولا الكلام ده، لإن عايزة أقول لكم ساعات النشادر بتنشّف جدًا البسكوت. المرّة دي عملناه بالبيكنج باودر
وما خدش مننا أي حاجة خالص، وكمان المكسرات عطى لها لون وشكل كده ومع نقرشة البسكوتة نفسها وريحة وهي بتستوي كده. وعايزة أقول لكم الطعم لا يقاوم، وعايزة أقول لكم باجيبها من برّه، طبعًا أي حد بيشتري بسكوت بالمكسرات عارف يعني آآ الأسعار بتاعته واصلة لغاية فين دلوقتي. شايفين بقى القرمشة بتاعتها عاملة إزاي، والتَكّة بتاعتها والقطمة بتاعتها وشكلها ما شاء الله من فوق ومن تحت. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم جدًا وتبقى طريقتكم المعتمدة. وبكده الفيديو بتاعنا خلص يا حلوين، وعايزة أشكركم جدًا إن أنتم كمّلتوا معايا الفيديو للآخر، ويا رب أكون أفدتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير كتير كتير يا حلوين لكل حبايبكم، والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل. وادعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.